هل حصل عمركم سألتوا نفسكم منو اللي قال إنه إحنا لازم نفطر الصباح ونتغدى العصر ونتعشى بالليل؟ الكلام ده جه من وين؟ ومنو اللي قال برضو إنه لو يومك مرة وأكلت وجبتين بس فأنت مقصر كده في حق نفسك؟ الحقيقة يا جماعة إنه نظام الثلاث وجبات ده ما نظام بيولوجي إحنا اتولدنا به، ده نظام اجتماعي بدأ مع الثورة الصناعية عشان يناسب ساعة العمل في المكاتب والمصانع. جسمك ما عنده ساعة بتاعت حيطة، جسمك عنده لغة تانية خالص، لغته الجوع الحقيقي والشبع. فلما انت تجبر نفسك تاكل عشان ده زمن الغداء وانت ما جعان، انت كده بتكتم صوت جسمك وبتعوده انه ما يتكلم. يا جماعة في ناس طاقة جسمهم وتركيزهم بيكون في مستوى اعلى لما ياكلوا وجبتين بس، وفي ناس بيحتاجوا لوجبات صغيرة ومتوزعة خلال اليوم، وكل زول فيكم عنده ساحته البيولوجية الخاصة به. فرايكم شنو؟ تحاولوا بكرة من الصباح تراقبوا احساسكم، هل انتوا فعلا جعانين ولا دي بس تعويضة ساي؟ واخر شيء حابة اذكركم به وزي ما بقول لكم كل مرة، ما في قالب واحد بيمشي على الناس كلها، عشان كده ابدوا بهدوء، اسمعوا صوت جسمكم.